السلام عليكم ومرحبا بكم. ان شاء الله تلقاكم لا فيديو تاع اليوم بصحة وعافية. اليوم جبت لكم تحلية بمجموعة من الطبقات، راهم كاين واحدة 3 والاخيرة 4. بنينة سهلة اقتصادية وعلى بالي بلي كامل تحبوها، خاصة عشاق الشوكولا وعشاق سنيكرز. خفيفة سهلة توالم بزاف مع السهرات الرمضانية، وتوجد ليه يعني ما تديش وقت كامل بزاف. قبل ما نبداو الفيديو تاعنا تاع اليوم، ما تنساونيش بكومنتير شباب وجيم شباب يدعمني ويزيد يحفزني باش نقدم لكم وصفات اكثر واكثر. على بالي راني نغيب وراني نهمل بصح دعمونا. نبداو نتكلوا على ربي ونقولوا بسم الله. نبداو في الطبقة الأولى، مش الطبقة الأساسية أو القاعدة. نبداو الطبقة الأولى. عندي كاس تاع شونتيي مع كاس غير ربع تاع حليب هكذا، واللي تحب دير الماء دير الماء، بصح الحليب انا نحسو شغل يثقلها ماشي كيما الماء تجي خفيفه. ونزيدو معاها واحدة علبة تاع هذا ياغورت تاع شوكولا اي ماركة حبيتي هكذا، ونخلطوهم مع بعض هكذا باه ما يطيرش علينا. حاولي شغل تهبطي كامل تجانسيهم خلطيهم، ومن بعد بدا يضربي باه ما يطيرش ديك الشونتيي علينا. هكذا طلعيها حتى تضاعف في الحجم، ماشي ثم تحبسي. شوفوا كيفاش ولات حاكمه روحها مليح مليح. ومن بعد نروحوا للطبقه اللي بعدها. هذيك رفدناها ونحطوها في الفريجيدير تبرد على راحتها. نجيبو كاس تاع سكر هكذا ونحطوه على النار يتكرمل. هذه الطبقه تاع الكراميل هكذا بشويه يتكرمل، وانتي تحركي حتى يذوب كامل السكر اللي فيه هكذا. وعسيه النار تكون قليله باش ما ينحرق لكش، والا نحرق يولي يمر. نزيدوا له مغرفه هكذا تاع زبده تاع مانغارين خلطيها معاها. ونزيد له شوفوا كاس غير ربع تاع حليب معاه 2 مغارف ولا نص مغرف تاع اكل ولا 2 مغارف تاع قهوه مايزينا. نخلطوهم مليح مليح نذوبوهم. هي من الاحسن قبل ما ديريه في الكراميل تاعك فوتيه في الصفايه. انا درتو ديريكت ومن بعد صفيت كلش هكذا. وخلطيهم مليح مليح حتى تحسي. ورشه تاع الملح نسيتها، الرشه تاع الملح تعدل لك الذوق هكذا. وخلطيهم مليح مليح حتى يذوب. والملاحظه الثانيه الحليب ديريه سخون. انا نسيت ما دفيتوش، رحت جبته ديريكت من الفريجيدير ودرته. من بعد باه ما توجد الكراميل تاعنا وتولي هكذا، نفرغوها في بول ولا في تبسي ولا بصح صفيها قبل ما تفرغيها. في كل الحالات صفيها. نجيبو الكاوكاو تاعنا هكذا نكونوا حمصناه. حاولي شغل تشيه تكسريهم عشوائيا ماشي مطحون، لازم تكون واقفه الحبه كيما هكذا. وخلطيه مع الكراميل هكذا وخليته يبرد. الكاوكاو يكون بارد مش يكون سخون، خاطر اذا كان هو سخون والكراميل سخونه راح يتلوى ما يبقاش مقرمش هكذا. نجو للطبقه الاخيره. واش نحتاجو فيها؟ نحتاجو فيها كميه من الشوكولا كيما حبيتي. وهذه علبه تاع الياغورت. انا راحت لي كاع الفيديو كاع راح لي حتى المرحله الاخيره. شوفوا ديروا هذيك الشوكولا ذوبوها مع 2 مغارف ولا 3 تاع حليب. ومن بعد ما تذوب الشوكولا والحليب خلطوهم مليح. نزيدوا لهم بواطه تاع الياغورت هذيك. شوفوا راح نتحصلوا على هذه عباره عن كريمه ولا شو كيفاش متماسكه. هذه توالم الكلش. هذه الطبقه الاخيره نديروها. تحبوا تستعملوا شوكولاته الطلي دبر راسكم، بصح هذه الشيكولا هذه الطريقه راح تحتاجوها بزاف بزاف، خاصه في الكيكات من الفوق ولا تجي بزاف بنينه. نوجدوا العده تاعنا جبت هذو لي فيغين درت فيه هذو. والطبقه الاساسيه واش درت؟ مادلين في التاتو. تحبي ديري لاجينواز كيما حبيتي،
تحبي ديري كاطو عادي، هذاك الكاطو تاع الحليب كيما حبيتي. انا درت مادلين. اللي تحب تسقيه تسقيه، انا بما تجينيش حلوه ما حبيتش نسقيه، ما حبيتش نشربه. هكذا ومن بعد نزيدو الطبقه الثانيه تاع هذيك الكريمه الشونتيي اللي درناها هكذا. ومن بعد نبداو نديروا لها سطح مستوي بهذه الطريقه. ناخذوا كامل هذيك الشونتيي، نجو للطبقه اللي بعدها. الطبقه اللي بعدها تاع الكراميل والكاوكاو هذيك هكذا نديروه بهذه الطريقه. ثاني كنغطوا كامل الطبقه الفوقانيه تاع الكراميل. ها هي وينه. انا هذو لي فيغين صار شويه، انا التحليات في رمضان ما نحبهمش كبار، خاطر تحبي تزيدي تحبي ما تزيديش، خير من وحده كبيره ومن بعد يبقى نصها وما تقدريش تكملي، وهذه يعني راهي تقهم شويه. هكذا المهم حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا بنفس الطريقه. ديري لها كامل هذيك الكراميل من الفوق، حاولي هكذا تخبطيها باش يتعدل السطح من الفوق هكذا. هكذا حتى كملنا كامل الكميه اللي عندنا. نجو للطبقه الاخيره، نجيبوا هذيك الشوكولا اللي خدمناها بالياغورت وغيرها. شوفوا كيفاش تجي كريميه، عاد انا راهي بردت لي. شوف ما تيبسش وما تبقاش تلقى روحها، تقول شي ياغورت راكي دايرته من الفوق. كما قلت لكم واللي حبت تدير شوكولاته الطليه تقدر تديرها هكذا. يعني الطبقه الاخيره تبقى اختياريه، وتحبي ما ديريهاش اصلا اللي ما يبغوش الشيكولات هكذا. نغطوها كامل حتى نكملوا كامل الكميه اللي عندنا. ها هي هنا وجدنا. انا زينتها شويه بالكريمه الشونتيي هذيك اللي درناها الطبقه الوسطانيه من الفوق. تحبي ما ديري لها والو ما ديري لها والو. هذه هي التحليه تاعنا، خفيفه بنينه. خاصه اللي يحبوا سنيكرز ويحبوا الكاوكاو، انا عارفه بلي رايحه تعجبكم وتعجبكم بالبزاف. نتمنى تجربوها، واللي جربتها تبعث لي تطبيقاتها على الانستغرام، واللي مازال ما دخلتش الانستغرام نقول لها راكي تراطي بالبزاف. يعني جماعه الانستغرام شويه نشيطين عليكم. المهم ان شاء الله تكون عجبتكم الوصفه.